السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم، كنرحب بكم دائما في قناة شهوة عبد النور. اليوم نحضر لكم القريشلات أو القروص أو البويوس. كيجيو لذاذ ورطبين وهشاش وكيجيو منفوشين، كيجيو رائعين بزاف. نتمنى يكون هذا الفيديو يعجبكم. ندوزو نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. اذا عجبكم الفيديو ضغطوا على الزر لايك واشتركوا اذا كنتوا جداد وفعلوا الجرس باش يوصل لكم دائما الجديد. بالنسبة للمقادير كنحتاجو معلقة كبيرة ديال النافع مطحون، معلقة كبيرة ديال حبة حلاوة، معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز، واحد الساشي ديال خميرة الحلوى فئة 8 غرام، واحد البيضة، شوية ديال الملح، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر، وكاس ديال الحليب. بالنسبه للتزيين واحد البيضه والجنجلان والدقيق. عندي طحين فورس ودقيق القمح مخلطين مع بعضياتهم. كنضيف البيضه والسكر والزيت كنضيف ايضا نافع وحبه حلاوه، كاس ديال الحليب، كاس عنبه، رشه من الملح. كنخلطوا جميع المكونات وكنكون عملت الخميره تذوب مع الحليب يكون دافي. كندوبها مزيان، كنضيفها، من بعد كنضيف خميرة الحلويات على الدقيق، وكنبقى نضيف بشويه بشويه ماشي دفعه واحده. هنا استعملت تقريبا كيلو ديال الطحين. من بعد كنجمعوا العجينه ديالنا، ما كندلكوهاش، كنجمعوها وكنخليوها خفيفه. من بعد كنغطيوها بابي سولفوريزي وكنزيدو نغطيوها بواحد المنديل، كنخليوها ترتاح مده 15 دقيقه. من بعد ما كترتاح العجينه كناخد العجينه وكنشكلها على شكل كويرات. كل واحد على حسب الذوق ديالو. كخصهم يتعملوا في اللاطه متباعدين مع على بعضيتهم. من بعد ما كملت جميع القروص او البويوس كندهنهم بالبيض المره الاولى وكنخليهم يخمروا مده ساعه حتى ساعتين. ومن بعد كندهنهم مره تانية بالبيض وكنرشهم بالجنجلان وكندخلهم يطيبوا في الفرن. كيجيو على هاد الشكل البويوس او القروص او القريشلات. كنتمنى يعجبوكم ويكون هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. واذا عجبكم الفيديو ضغطوا على الزر لايك واشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس باش يوصل لكم دائما الجديد، وبالصحة والراحة، وشكرا.